إعلانات رمضان كل سنة بتبهرني بالإبداع والمجهود اللي بيتحط فيها بصراحة. كل سنة بيعلوا على السنة اللي قبلها، وكل شركة بتعلي على الشركة التانية. بس لو خدت بالك من الرسائل اللي محطوطة في الإعلانات دي هتلاقي حاجة غريبة قوي. بيقولك جمل، وبالذات في إعلانات الكومباوندات: الحياة هنا، السعادة هنا. وفي إعلانات المنتجات: عشان تبقى مبسوط لازم تمتلك المنتج بتاعنا. فاضل يقولك أنت مش هتبقى إنسان لو ما اشتريتش المنتج بتاعنا. رسائل بمعاني خطيرة جدا بنتعرض لها في الإعلانات، وأكيد ليها تأثير كبير قوي فينا. حاجة من الحاجات اللي المسيح كان بيحاربها وهو هنا على الأرض هي حب المال، أو بمعنى تاني حب الامتلاك. وإحنا الصراحة جيل مهووس بالامتلاك، وجيل مهووس بالبراندات. مش بس كده، إحنا متلخبطين من احتياجنا الفعلي واللي إحنا عايزينه. فبقى احتياجنا هو اللي عايزينه، وبقى اللي عايزينه هو احتياجاتنا، وكل حاجة بقت متلخبطة. وبنحط وبنلاقي قيمتنا في حاجات تافهة حرفيا ملهاش أي قيمة ولا أي لازمة. فكر معايا كده، كم مرة كنت هتموت على حاجة معينة عشان أي سبب أيا كان إيه هو، ولما جبتها زهقت منها بعد 3-4 أيام بالكتير أسبوع؟ كم مرة جبت حاجة عشان الناس يقولوا عنك كلام جميل وبتلاقي قبول في المجتمع، لكن جواك شعور قاسي جدا بعدم الرضا ويمكن الوحدة أنت الوحيد اللي عارفه؟ المسيح ما كانش بيحارب إنه يبقى ليا كنوز أو ممتلكات، لكنه كان بيشجع الناس إن يبقى ليها كنوز هتكمل، كنوز ليها قيمة هتكمل، كنوز في الناس، من المحبة والتشجيع والاستثمار في البشر. فكر كده معايا شوية، لما تخلص حياتك على الأرض إيه الممتلكات اللي كنت هتموت عليها هنا على الأرض هتاخدها معاك؟ حب المال والامتلاك كان حاجة من الحاجات اللي الرب يسوع كان بيحاربها بقوة على الأرض. والحلقة الجاية هنقول حاجة تانية من الحاجات اللي الرب يسوع كان بيحاربها.